معقولة من نص كيلو دقيق عملت العيش الحلو ده؟ ايوه، من نص كيلو دقيق هتعملي العيش دوت. يعني لو ما عندكيش عيش في البيت ومكسلة تنزلي، ما تقلقيش خالص، هنعمل العيش الحلو دوت بأي كمية دقيق عندك هتعملي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اجمل متابعين في الدنيا واحلى اخوات. النهارده هنعمل العيش الجميل ده مع بعض زي ما احنا شايفين، هش وطري كده ويفتح النفس. بس قبل ما ابدا الفيديو بحب ارحب باي حد اشترك في القناه، بتمنى لسه ما اشتركش يخش ينورني، هبقى سعيده جدا بوجودكم معايا يا جماعه. بص العيش شكله حلو ازاي، وعايزه اقولك ان هو بمقادير سهله وبسيطه وموجوده في اي بيت. يعني هتقومي تعملي دلوقتي من نص كيلو دقيق هتعملي الكميه الجميله دي. يلا بينا نشوف المكونات اللي هنعمل بيها العيش ده. اول حاجه دلوقتي معايا كيس من الدقيق صالح لجميع الاغراض زي ما احنا شايفين كده. انا هستخدم نصه، ودي كميه السكر مش هستخدمها كلها، وهستخدم ذره ملح برضو. وده كيس من الخميره وكيس من البيكنج باودر ونص كوبايه من الزيت، ومش هستخدم المقادير دي كلها، هنشوف دلوقتي هناخد قد ايه منها. تمام كده. جبت الطبق دلوقتي ونخلت فيه الدقيق. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، ان احنا لازم بجد ننخل الدقيق دوت، ما نقولش لا ده هو دقيق حلو يعني، او اي دقيق حلو برضو تبقي واثقه منه، لازم تنخليه عشان احنا في الصيف يا جماعه، ما تضمنيش دلوقتي برضو هو فيه ايه لا قدر الله، فيستحسن ان احنا ننخله زياده تاكيد يعني. تمام. دلوقتي هجيب المكونات الجافه كلها، دول معلقتين من النشا، وهحط معلقه من الخميره، اهي معلقه كبيره يا جماعه من الخميره، وهضيف معلقتين من السكر الحبيبات العادي، وذرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. كل حاجة دلوقتي تمام وجاهزة، مش فاضل بس غير ان انا اضيف المكونات السايلة. خلاص كده يا جماعة. وعايزة تتأكدي من الخميرة الاول دوبيها في كوباية مية وشوفيها متفاعلة ولا لا، لو مش متفاعلة ما تبوظيش بقى باقي المكونات بيها وارميها واعملي غيرها. اما لو انتي متأكدة من الخميرة ضيفيها عادي على المكونات كلها، ضيفيها وهي جافة كده واشتغلي بيها على طول. وادي نص كوباية الزيت، انا مش هستخدمها دلوقتي، هستخدمها في الاخر. ودلوقتي معايا كوباية من المية الدافية، هلم بيها بس الدقيق وهشوف بعد كده الدقيق هياخد مني مية قد ايه. مكوناتها يا جماعة سهلة وبسيطة وفي كل بيت، ولا حطينا لبن ولا حطينا بيض، يعني عيش اقتصادي ونقدر كلنا نعمله. بعد ما لميت الدقيق كده، الدقيق عايز مية تاني، هتضيفي المية بالتدريج لغاية ما تشوفي نوع الدقيق اللي معاكي هيحتاج قد ايه مية. ودي تاني كوباية يا جماعة، بس ما خدتهاش كلها. وعايزة اقول لكم الكوباية اللي انا مستخدماها دي كوباية صغيرة، علشان كده بحط المية بالتدريج شوية شوية. تمام كده. هي كده خلاص مش عايزة مية تاني. وهوريكم قد ايه العجينة في الاخر ناعمة كده وملمسها ناعم، هي ملزقة بسيط. تمام. بس الاول هنعجنها كويس وبعدين هنضيف الزيت. هي تحسيها ملزقة، بس انت اول ما تلميها بالزيت هتتلم معاكي. بس هي العجينة يا جماعة طرية عشان تاخدي كده نتيجة حلوة من العيش اللي هنعمله مع بعض. خلاص كده. بصوا، عجيني فيها على قد ما تقدري علشان تعملي عرق للدقيق. خلاص كده. هضيف الزيت برضو تدريجيا حسب كده ما العجينة تبقى حلوة معايا. مش هستخدم زيت تاني. خلاص كده العجينة اتلمت كده وبقت جميلة. عايزة اقولك ان انت ممكن تريحي العجينة 5 دقايق وتبتدي تشتغلي فيها تاني، هتلاقيها كده كأنها اتعجنت لوحدها، يعني هتلاقيها ملمسها جميل كده وزي ما انت عايزة، ومش هتتعبي فيها قوي. اما انا عجنتها على طول زي ما احنا شايفين كده، بقت العجينة بالطريقة دي. اهو يا جماعة بصوا،
هي العجينة طرية خالص عشان العيش بتاعي يطلع طري. دلوقتي هضيف زيت تاني وهعجن فيها برضو كده. العجينة هي بتتلم معايا. بصوا هي بتهيألكوا ان هي طرية قوي، بس العجينة لا، مظبوطة كده تمام. العجينة الطرية دي يا جماعة بتاخدي منها عيش طري وهش وجميل، ودي برضو سر من اسرار العيش لما بيبقى طري، تبقى العجينة هي اللي طرية الاول. تمام. خلاص كده العجينة اتخدمت معايا كويس، وهسيبها دلوقتي تخمر. نغطيها كويس بس، وحطيها كده في مكان على جنب لغاية اما تحضري الصاج اللي هتعملي فيه. وبعد ما خلصنا العجينة وهنسيبها تخمر، هنشوف دلوقتي ندهن الصاج اللي هنستخدمه بالزيت علشان العيش ما يلزقش. وهنخمر العيش يا جماعة تاني بعد ما نقطعه. في الوقت ده هغطي العجين كويس لغاية اما يخمر براحته. تمام كده. وهوريها لكم بعد ما تخمر هتبقى شكلها ايه، وهنشكلها مع بعض. يعني طريقة سهلة وبسيطة يا جماعة، ونقدر في اي وقت نعملها، وما بيغيبش برضو في التخمير لو حطيتي مية دافية، او تحطي مية سخنة على الخمير عشان ما تموتهاش. تمام. خلاص كده العجين خمر، وهبتدي دلوقتي اهبط الخمر بتاع العجينة عشان اقطعها، وبعدين تخمر براحتها على الصاج. تمام كده. بصوا ملمس العجين يا جماعة بجد جميل قوي. ناعمة كده وطرية، وتحسيها ان هي ملزقة تلزيقة خفيفة. بصي عشان تاخدي نتيجة حلوة وهشة قوي من العيش، اعمليها بالطراوة دي، تاخدي نتيجة حلوة قوي من العيش اللي هتعمليه. اهو بصوا بقيت عجينة ملسة كده وجميلة، تقدري تشكليها براحتك. خلاص كده دلوقتي انا هعملها اقسمها كرات. كنت محضرة طبق فيه عسل اسود ومعلقة عسل اسود ومية، ده عشان الوش. ممكن برضو تحطي معلقة سكر وتدوبيهم في مية. ممكن تدهني وش العيش بصفار البيض مع الفانيليا، ولو مش حابة البيض ممكن تدهنيه باللبن. تمام كده. خلاص كده دوبت العسل، وهكون محضرة بقى معلقتين 3 كده من السمسم عشان ارشهم على الوش. خلاص كده كل حاجة جاهزة اهو زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده يلا بينا بقى نقطع العيش. قطعي بقى كبير صغير، المهم ان هو الصاج ده هيكفي نص كيلو. ليه يا جماعة انا ما عملتوش على صاجين؟ علشان دلوقتي انا هعمل العيش كله زي خلية النحل، زي ما هنشوف مع بعض في الاخر. العيش كله هيبقى طري وجميل. اما انت لو عايزاه كل قرصة كده بقرصتها هتعمليها على صاجين. اما انا حبيت اعمل الشكل ده علشان العيش معايا يبقى كده كله ملزق في بعضه زي خلية النحل بالظبط. وزي ما شفنا في الاول شكله يفتح النفس وجميل جدا يا جماعة. بصوا تعملي كده طريقة سهلة وبسيطة، وهعمله لكم برضو بطريقة تانية دلوقتي. خلاص كده لزق فيه السمسم، وانتي ممكن برضو تقطعيه وتحطيه في الصاج وتدهنيه بقى بالفرشة، يعني الطريقة الأسهل لك اعملي بيها. خلاص كده أنا بسوي القرصة بس، وهقطع كله بنفس الطريقة، بس هنعمل واحدة تانية دلوقتي مع بعض أو 2 علشان الطريقة تكون واضحة وسهلة بالنسبة لكم. عايزة أقولك العيش دوت ممكن تاكليه مع أي حاجة، ممكن يتاكل مع الجبنة، ممكن تعملي سندوتشات كبدة بيه زي ما أنا هعمل في الفيديو. ممكن بصراحة بيسد في أي وقت، وبيسد مع أي حاجة، يعني تقدري في أي وقت بصراحة تعمليه. هو منقذ كده في الأوقات اللي انتي مثلا مش عايزة تنزلي فيها أو مكسلة تنزلي. هتلاقي العيش دوت لو نص كيلو دقيقة عندك زي ما قلت هيعملك الكمية الحلوة دي وهيسد بصراحة. تمام كده.
خلاص كده قطعنا اهو نص كمية العيش، وقطعه كله بنفس الطريقة. ودلوقتي هحط بقى في العسل وفي السمسم علشان الوش. يا جماعة بتمنى طبعا تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي في الكومنتات هي نجحت معاكم، ان شاء الله تنجح معاكم، والعيش هيبقى طري وهش وجميل. عايزه اقول لكم برضو ان احنا في المدارس دلوقتي، والعيش ده برضو هينفع الصبح كده تعملي سندوتشات، سندوتشات جبنه كده مع الخيار، برضو هيبقى حلو قوي في المدرسه. وبعد ما خلصت تقطيع العيش كله بنفس الطريقه، هندهن دلوقتي الوش ونحط عليه السمسم. وشوفي الطريقه السهله بالنسبه لك واعملي بيها. تمام كده. عايزه اقولك العيش دوت بعد ما يخمر ويتحط في الفرن، هتشمي ريحه الخبيز في البيت، وبيتك هيبقى مليان خير، واولادك طبعا هيفرحوا باي حاجه انتي تعمليها، بالذات كمان لما تطلع حلوه بصراحه بتفتح النفس يعني، والاولاد بياكلوها برضو وانتي بتعمليها كده وهي سخنه. خلاص كده انا دهنته كده، وهبتدي ارش عليه السمسم وهسيبه يخمر براحته. هتكوني مشغله الفرن كده ومسخناه. اي مخبوزات يا جماعه تعملوها تسخنوا الفرن كويس قبل ما تحطوها، علشان المعجنات بتحتاج النار العالية. يعني الحاجات دي بتفرق كتير قوي وانتي بتعملي المعجنات، علشان ما نقولش بعد كده المعجنات طلع لي مثلا ناشفة او طلع لي مش هشة. كل الحاجات اللي انا بقولها لك دي بتفرق في المعجنات. فانتي ولعي الفرن قبليها عشان تسخن، تاخدي نتيجة حلوة من الخبيز بصراحة. يعني كل خطوة من الخطوات دي مهمة، حتى مرحلة الفرن برضو مهمة. وده شكل العيش بعد ما قطعته وشكلته كده، هو جاهز. هغطيه واسيبه يخمر براحته. في الفترة دي يا جماعة بيخمر برضو حوالي ربع ساعة او نص ساعة. وكده خلاص العيش بعد ما خمر حطيته في الفرن، وادي شكل العيش بعد ما طلع على طول اهو من الفرن. بصوا يا جماعة شكله جميل جدا وهش وطري، وانا هوريهولكوا دلوقتي. يعني بصي العيش بصراحة يتاكل لوحده كده من غير حاجة. بصي قولوا لي ايه رأيكم بقى فيه. بتمنى طبعا لايكاتكم وتعليقاتكم. تعليقاتكم يا جماعة بتفرحني وبتسعدني، ورأيكم يهمني. بتمنى اللي وصل هنا يحط اللايك واشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. احلى اخوات واحلى متابعين. بصوا يا جماعة شكل العيش، شكله بصراحة بقى يفتح النفس، يعني مفيش بعد كده. يعني دي احلى طريقة ممكن تعملي بيها العيش، طريقة سهلة وبسيطة ما خدتش مننا اي وقت زي ما احنا شفنا كده، وطلعت بالجمال والحلاوة دي. يعني انت ممكن تعمليه كده دلوقتي، تشجعي كده وقومي اعمليه وفرحي اولادك كده. وانت برضو بتتبسطي لما النتيجة تطلع حلوة كده، بتفرحي كده لما بتطلع من ايديكي حاجة حلوة بالجمال والحلاوة ديت. شايفين يا جماعة العيش؟ هتقولي يا جوجو طب انا بعمل العيش والعيش بينشف تاني يوم. هقولك لا، عايزة تخلي العيش طري لغاية تاني يوم، بلي فوطة وغطي العيش بيها، بليها كده على بسيط وغطي العيش بيها، هيفضل معاكي طري لغاية لقمة تاكليها. تمام. يعني الحركة دي بتفرق كتير في طراوة العيش. ويلا بينا دلوقتي نطلع اول قرصة اللي هي بتطلع بالعافية، اوريكم قد ايه طلعت معايا بكل سهولة. بصوا يا جماعة، بصوا قد ايه العيش طالع مستوي كده من فوق ومن تحت زي بعضه، والعيش ذات نفسه كده طري. بصوا قد ايه طراوة العيش. يعني اولادك اول ما يشموا ريحته كده هيقولك هات يا ماما من اول ما تطلعيه من الفرن، عشان بصراحة ريحته مالية المكان. والطراوة بتاعته تفتح النفس. تمام كده. بصوا كده احنا شايفين بنفسنا قد ايه العيش ناجح وقد ايه العيش طري معانا. حتى يعني مش هنقول ده ملزق في بعض ومش هيطلع. بصوا الصاج نضيف ازاي، مفيهوش اي تلزيق خالص من العيش. يعني كل خطواته بصراحة ناجحة معايا، وانت هتعملي بالطريقة دي ان شاء الله. وقولي رأيك في الكومنتات، رأيك يهمني. بصوا، بصوا قد ايه العيش لغاية اخر قرصة طري وجميل. بصوا مش ملزق خالص اهو يا حبايبي. لو انت الفرن عندك بتسوي من تحت الاول،
سويه من تحت الاول وبعدين ولعي الشواية، علشان لو سبتي الفرن وهي مش بتحمر الوش العيش هينشف منك. تمام، يعني كل واحد عارف الفرنة بتاعته بتشتغل ازاي. يعني الحاجات السهلة البسيطة دي خدي بالك منها عشان بتفرق كتير قوي في طراوة العيش والتسوية بتاعته. بصوا يا جماعة، بجد الطريقة جميلة والعيش حلو قوي يا جماعة، طالع معايا بصوا. ولو انت عايزة تضعفي الكمية وتعملي كيلو هتضعفي المقادير برضو وهتعمليه بنفس الطريقة. ولو انت هتستخدمي نص الكمية برضو عايزة تشيلي نصها في الفريزر هتحتفظي بيه برضو، بس بعد ما يبرد شوية هتقومي شايلاه في اكياس تلاجة وتحطيه في الفريزر. ولما تيجي تستخدميه هتطلعي كده زي ما يعجبك براحتك، قرصة او اتنين. وتطلعيه كده قبليها بنص ساعة هتلاقيه فك وكأنك لسه عاملاه او كأنه لسه طالع من الفرن. يعني هينفعك برضو في اي وقت، لو ضعفتي الكمية برضو هتنفعك في الفريزر وهتشيليها. بصوا يا جماعة، انا عملته برضو سندوتشات هوريها لكم دلوقتي قد ايه طري بجد ويفتح النفس. بصوا، عملت سندوتشات كبدة وادي العيش يا جماعة، انا قسمته اهو عشان تشوفوه كويس برضو. وده شكل العيش يا حبايبي بصوا. يعني انت ممكن تعملي بقى كمية اكبر من كده، كيلو كيلو ونص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.